قولوا لي بقى عاملين ايه في اول يوم دراسة؟ الموضوع بقى صعب قوي. انا عندي ثانوي واعدادي وابتدائي، فاليوم ده كان صعب عليا ان هودي الثلاث مراحل دول في يوم واحد، غير اكل بقى وشرب ودروس ومدارس. يعني الله يكون في عون كل ام والله مصرية او عربية معاها اولاد. بداية كده عاملين ايه؟ بشروني. اهم حاجة كلنا ندعي كده لكل الامهات ان الموضوع بجد صعب علينا قوي نفسيا وعاطفيا، كل حاجة من بيت لشغل الولاد لكل حاجة. يعني قولوا لي قصتكم انتوا عاملين ايه، بس ندعي لكل ولادنا يا رب ونطمن عليهم بالنجاح والتوفيق يا رب، ويبعد عنهم كل شر يا رب، ويجعل تعبنا جاي بفايدة. وقولوا لي بسرعة المدرسة دي فين؟ في اسكندرية مباشرة كده قدام البحر. الشاطر اللي هيقول لي، اللي هيدخل الفيديو ده لازم يدعي لكل ولادنا ولكل ام مصرية وعربية عايشة يعني مرحلة التعب دي كلها بجد. وشابور كل راجل بيساعد الست في البيت، مع في البيت او بيودي الولاد او بيساعدها في اي شكل ما. وولادنا الله يبارك فيكم بقى، عايزينكم كده تجيبوا لنا درجات حلوه على قد تعب. والله بجد الواحد تعب من اول اسبوع كده تقريبا كلنا تعبنا. يعني ان انت تركزي مع الولاد دروس ومدارس وتودي وتجيبي وتودي وتجيبي دروس، يعني الموضوع صعب شويه، بس ربنا ان شاء الله هيكافئنا خير احنا وكل زوج بيصرف على اولاده يا رب. المصاريف السنه دي غاليه قوي اذا كان دروس او مدارس، ده غير الكتب الخارجيه والملازم. يكرم كل اب. فرحوني باشتراك ولايك وشير باذن الله تعالى على الفيسبوك واليوتيوب.